مباراة شهيرة بين الهلال والنصر كان فيه هدف لطلال مشعل، فايز الكابلي نعم. احتسبه اوفسايد، تسلل، وانت كنت حكم الساحة. نعم. وش اللي حصل؟ هل هو تسلل بالفعل أو أنا مشيت المباراة إلى 92 المباراة إلى الدقيقة 92 على من أفضل شيء لو ترجع لها المباراة. طبعا حصل لبس من الزميل اللي هو فايز الكابلي إنه تسلل، كانت النتيجة 2-1 صحيح الهلال. طبعا أنا تفاجأت في الراية أن ارتفعت إنه تسلل، يعني ممكن توقعت إنه يعني ماسك مع آخر مدافع وكان الأمر يعني ماشي صحيح. فاجأت إنه بعد ما سجل هدف رفع الراية. فأنت ألغت الهدف. ألغيه، لازم ألغي الهدف لأني أنا ليس مسؤول عن التسلل. طب نشوف هذه في الشاشة الآن. ليش أصريت على إلغاء هدف طلال مشعل وأنت تعلم أن قرار فايز الكابلي غير صحيح في مباراة النصر والهلال؟ أنت كنت تعرف أنه غير صحيح القرار؟ لا ما أعرف أنا. ما كنت تعرف؟ لا ما لو أعرف حسبت الهدف. لو أعرف الحالة حسبت الهدف، ما عندي مشكلة. طيب. ولكن وبالمناسبة ايش رايك في الأحداث اللي حصلت بعد ما ألغي الهدف ودخول أعضاء شرف وكذا؟ هل كتبت دونت شيء؟ أكيد كتبنا 17 دقيقة متوقف أنا. 17 دقيقة ولكن سمو الأمير الوليد بن بدر الله يحفظه يعني هو اللي تدخل في الأمور، هدى الأوضاع كاملة صراحة. هدى الأوضاع كاملة. كانوا أعضاء شرف نزلوا من المنصة. إيه نزلوا من المنصة وكان في تسيب في الملعب وأشياء، وهذه غير مقبولة حتى لو أخطأ حكم يعني حتى لو أخطأ حكم. وش تصنف اللي حصل؟ يعني والله نقول ضغط، إرهاب، طبعا شوف مباراة تخويفهم. لا مباراة هلال والنصر هذه بحد ذاتها من يوم يتكلف الحكم هو الله يعينه، هو الله يعينه من نقد والشيء. بس بالمناسبة بعد المواجهة فايز كابلي وين راح؟ الملعب. لا بعد المواجهة فايز الكابلي يقصد يعني بات في الملعب. بات في الملعب. شلون ما طلع الملعب الا الصباح؟ جد والله؟ اكيد. خليتوه في الملعب؟ خليناه هو وزميله ابراهيم النعمي قاعد في الملعب. انا طبعا بحكم ليش خفتوا عليه من مين؟ طبعا هو من سكان المدينه، من سكان تبوك. وافضل له انه يستقر في الملعب لانه اللجنه استدعته من بكره وهذا اللي اطالب فيه. ونام في الملعب. اي عشان هذا اللي كنت اطالب فيه. اللجنه استدعته. تطالب طبعا بالاستدعاء مباشره، ولكن ما تطالب بانه ينام في الملعب. لا خوفا من الخروج الى لا طبعا هذا حاجه امنيه. حاجه امنيه للحكم، ولكن اللي يطالب في نفس اللي اتخذه الله يغفر له يرحمه الاستاذ مثيب الجعيد كان هو رئيس اللجنه اعتقد. نعم. وهذا الخطوات اللي نطالب فيها ان الحكم اذا اخطا ان شاء الله يخطي في جيزان، يكون بكره الصباح عندي. يكون عندي الصباح بكره في الرياض.